وزارة التعليم العالي بتتيح إعادة التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة اللي غيروا محل إقامتهم بعد اختيار الرغبات وظهور نتيجة التنسيق الجامعي. ده خبر ما حصلش. وزارة التعليم العالي نفته تماما واكدت انه مش هيعتد بمحل الاقامه الجديد لان التوزيع الجغرافي بيكون وفقا للاداره التعليميه اللي الطالب حصل منها على شهاده الثانويه العامه. الحق، وزاره التربيه والتعليم هتسمح للطلاب اللي جابوا مجاميع قليله في الثانويه العامه انهم يحسنوا المجموع. ده خبر مضروب. والوزاره نفته تماما واكدت انه ما صدرش اي قرارات رسميه بخصوص الموضوع ده، وقالت ان عوده نظام التحسين في الثانويه ما زال تحت الدراسه لتطبيقه في السنوات الجايه. تحديد موعد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهله لكاس العالم 2026. ده خبر ما حصلش. ومحمد غرابه مدير المنتخب نفاه تماما واكد ان الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف ما بعتش لحد دلوقتي مواعيد المباريات في التصفيات المؤهله للمونديال. طلاب الثانويه العامه ليهم الحق في اعاده الترشيح مره ثانيه بعد اعلان نتيجه التنسيق الجامعي بشكل نهائي وانتهاء التحويلات. ده خبر مضروب. ووزاره التعليم العالي نفته تماما، ووزير التعليم العالي دكتور ايمن عاشور وجه باتاحه كل المعلومات اللي هتساعد طلاب الثانويه العامه على استخدام موقع التنسيق الالكتروني واختيار رغباتهم بدقه.